السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خديجة. اليوم كما كتشوفوا عندنا معسلة رمضان بشنيخة اللي معروفة بشنيخة. بدوك العويدات ديالها اللي كما كنشوفوا، دوك الخويطات ديالها اللي كيشبهوا العشبة ديال البشنيخة. هنا كما كتشوفوا معسلة، يعني خفيفة وكمية قليلة، يعني سهل باش تجربها السيدة بوحدها مثلا. يعني وكما كنقولوا يعني كنجربوا كمية قليلة ومن بعد لا خصنا نصوبوا، يعني حيت كتعرفوا راه يعني البشنيخة كتهرس. كما كتشوفوا راه العسل واصلها، يعني شاربة العسل. العسل بطبيعة الحال ديال الدار، صوبته ديال الدار كما يعني غير ما بغيتش نعاود نحطو لكم، لان سبق لي وحطيته في القناة. العسل ديال القالب ديال السكر، ويعني ورابعة ديال الماء، وسيترونه حامضة تتسدي عليه في كوكوط، يعني كتخليه حتى كيذوب، يبات ليلة يذوب بداك الماء وداك الحامض. والغد كتخليه يغلى، يعني يغلى يذوب، يعني تحركيه هكا يغلى صافي، وكتسدي عليه الكوكوط واحد ربع ساعة ما كاملاش صافي تيوجد، يعني تيكون ثقيل. هذا هو العسل ديال المعسلات. نبداو على بركة الله، بسم الله على بركة الله. عندنا 500 غرام ديال الطحين الابيض، وبطبيعة الحال الملحة ضروري، من الملحة لان الملحة هي اللي كت كتعدل لينا الذوق ديال الحلاوة. اي حاجة فيها الحلاوة الا وكنديروا فيها رشيشة ديال الملحة. هنا كما كتشوفوا درت الزا زهر، يعني ديال الزهر، النسمة ديال الزهر. عندنا 125 غرام ديال الزبده نص رابعه، يعني بالتمام والكمال. هنا كما كتشوفوا كنحاولوا نبسبسوا هذيك الطحين مع داك اولا كنصابليو، يعني كل واحد كيفاش غيسميها. المهم كنلبسوا ديك الطحين بديك الزبده بطبيعه الحال دايبه باش ما تعطيناش داك الماء ديالها. كما كتشوفوا هنايا كنحاولوا نبسبسوها مزيان، كتلبس لينا مزيان. عندنا معلقه صغيره ديال الخميره اولا يعني غير ربع خماره. هنا انا هذا اختياري، يعني النكهه ديال البرتقال اختياريه، يعني ممكن ديري مثلا 2 معالق ولا 3 المعالق ديال عصير البرتقال او العصير الحامض لا بغيتي. انا درت غير لاغوم ديال النكهه ديال الحامض ديال البرتقال ولا ديال الليمون كما كنسميوه حنا. هنا الحليب بارد، يعني ما دافي ما والو. كنجمعوا العجينه ما تكونش جاريه، كيما تنقولوا ماشي جاريه ولكن ما تكونش رطبه. كما كتشوفوا انا راه غير كنجمع صافي، كنرش وكنجمع، ما كنحاول نخليها قاصحه شويه. تنتمنى تفهموني. صافي كنرش دائما غنبقى نرش، يعني تقريبا واحد مقل من رابعه ديال الحليب. هذاك الكاس اصلا فيه رابعه، يعني راه ما درتوش كامل، يعني 500 غرام ديال الطحين. هاد الطحين اللي خدمت به انا ما كيشربش، لان الكميه ديال الماء ما ديال الحليب، بليطو ما خداش الكميه الوافيه ديال، يعني هو في الصراحه خاصو ياخذ نص لتر، ماشي نص لتر، رابعه ديال الحليب، يعني نص لتر في الكيلو، باش نكونوا يعني واقعيين. نص لتر ديال الحليب في الكيلو. كيلو ديال الطحين فيه، هنا عندي نص كيلو ديال الطحين، ما خداش ليا بزاف ديال السائل ديال الحليب. هنا كما كتشوفوا تنحاول غير ندخلها في بعضياتها باش يدخل ليا داك الزبده وداك الحليب بعضياتو، وما تكونش يعني ما تكونش خفيفه. هنا كنغطيها صافي. هذاك هو الحليب كما قلت لكم اللي بقى ليا، يعني 75 مليلتر ديال الحليب تقريبا، الا قلنا النص ديال 125 غرام، 125 مليلتر نفس العبار بالغرام ولا المليلتر. هنا كما كتشوفوا كنحاولوا نقسموهم على 4 كما قلنا. ومهم تتقسمي على الحساب اللي بغيتي، يعني الحساب القياس اللي بغيتي، 5 ولا 6، يعني الكرات اللي غتخدمي. صافي كنديروهم في هذا، في السلوفان ولا بلاستيك غذائي عادي، وكنديروا في الثلاجه يبردوا لينا، يجمعوا راسهم واحد شويه. ولكن لا محال، هنا حنا راه في الجو بارد، ماشي مشكله.
صافي هنا كنرشّو بطبيعة الحال كنستعنوا بلاباراي ولا بالماكينة ديال الوراقة اللي معروفة، ديال الشباكية ولا ديال هُما اللي معروفة ديال لي باط. باش نختصر ليكم، باش ما ن كنجرّب باش ما نديرش لكم الفيديو طويل، وحاولت أنني ما نقطعش، باش ما يعني كل مرحلة تاخد حقها كما كنقولوا. ولو أننا أنا هنا راه كنحاول أنني نجرّب باش باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا كما كتشوفوا تنقرصوا، كنضغطوا مزيان هادوك بيناتهم بحال كندفعوها. صافي كنحطّو، كنخليوها تنشف واحد تقريبًا واحد نص ساعة هكاك، بين ما كنجمعوا الطبلة ديالنا وكنوجدوا المقلة ديالنا بطبيعة الحال، وكنوجدوا الطاسة ديال العسل، يعني نوجدوا راسنا باش نقليوها. صافي هذا ما كان، كنوجدوها على محل هي ما فيهاش خميرة بزاف، يعني راه كيما شفتوا راه غير نص ديال المعلقة صغيرة ولا راس المعلقة صغيرة، يعني راه ماشي بزاف. كنحاولوا نكمّلوا الكمية هنا ديالنا، وكنوجدوا العسل بطبيعة الحال اللي وجدنا وريت لكم الطريقة ديالو، وراه عندي في القناة، يعني نتمنى تزوروها، يعني تشوفوا الفيديو وديال العسل باش يكون يعني يصدق لكم مزيان. ما تحتاجوش أنكم تشريوه ولا شي حاجة، يعني من السم ديال الدار ونقي، يعني ولا محل كل واحد الاختيار ديالو. هنا كما تنوريكم غير الشكل ديالها قبل ما طيب، يعني خضرة، يعني غير الشكل ديالها كيفاش تجي. صافي كنحطوهم ينشفوا. كما شفتوا أنا راه ما درتش المزهر، فقط درت النكهة ديال هذاك ديال الساشية ديال الزهر، صافي هو اللي درت. ودرت النكهة ديال الليمون، ما درت لا نافع لا جنجلان لا حبة حلاوة لا حتى شي حاجة، يعني بعدت شوية على الشباكية باش يجينا المذاق مختلف، ولو أنها معسلة نفس يعني حتى هي من المعسلات. صافي كنستفوهم كما قلنا في بلاطوات هكا ولا صينية ولا شي حاجة عندنا، كناخدو كما هنا كنوريكم كيفاش راها بدات تنشف. ناخدو مقلة كنديرو فيها الزيت، يعني يكون شوية وافي، يعني باش تقلى لينا، وطاسة نديرو فيها العسل ديالنا. كما كتشوفوا اللون ديال العسل ال راه غادي للحمورية، يعني راه ثقيل. غير نسيت باش نوريكم أنا العسل كيفاش التقلية ديالو مع الزربة. كنعتذر. صافي هنا كنرمي الكمية اللي عندي في القياس اللي غنقلي. بطبيعة الحال ما يمكنش أنا نقليو كلشي بدقة واحدة، راه كنقليو دقة دقة باش الكمية اللي غنتحكموا فيها ما نحرقوهاش وطيب على خاطرها. العافية ما تكونش مجهدة بزاف، نسخنوا الزيت مزيان ونحاولوا نهبطوا شوية القياس ديال العافية باش غير يطيب لينا ما يتحرقش لينا. هي على محل خاصها تجي محمرة ولكن تجي طايبة من داخل، حتى دوك الخويطات اللي في الداخل يجيو طايبين كما غنوريكم في الاخر ان شاء الله. يعني خاصها تجي محمرة حتى من الداخل. صافي كنحاولوا كما شفتوا كنحاولوا هادوك بالفرشاط كما شفتوا كنحاولوا بحال كنحلوا دوك الخويطات باش يجينا باش الزيت يدخل لداخل. صافي كنبداو نقلبوا حتى نكملوا، هي نحاولوا نتعاملوا معاها شويه بلطافه، لانها هي حساسه شويه، ما كتبغيش كما كنقولوا ما كتبغيش الدرديف، ما كتبغيش الزربه وتزربي عليها وداك الشيء. خاصك بشويه بشويه تعطيها واحد شويه ديال الخاطر، شويه ديال الوقت. ما تكونيش معصبه، الا كنتي معصبه بلا ما تصوبيها يعني غير حاولي تصوبيها وانتي فرحانه برمضان، يعني تكوني يعني بطبيعة الحال كنا فرحانين. الله يسمح لينا الله يغفر لينا، هادشي اللي نقولوا. والله يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله للجميع يا ربي، جميع المسلمين كافة. صافي كما كتشوفوا اللي قليناها كنديروها في العسل كنخليوه يشرب نفس الطريقة اللي كما كنديروا في جميع المعسلات. كنخليو ديك الرمية الأولى كما كنقولوا تشرب العسل ديالها. هنا راه ما هبطتوش العسل، يعني حطيتو كما كتشوفوا العسل ثقيل، راه ما هبطتش الشنيخه لتحت القاع ديال الطاسه.
كنحاولوا نقلّبوهم وداك الشيء باش يشربوا لينا العسل. صافي هنا كما كتشوفوا راه بالشوكة كنحاولوا بحال كنحلّوا دوك العوينات ديال دوك الخويطات، باش غير من الوسط هكا وسط الزيت، باش بطبيعة الحال نردّوا البال، يعني غير باش ما يتحرقوش لينا، غير باش يتحلّوا لأنهم ملي كيوصلوا للزيت بحال كيتنفخوا شوية، كيتحلّوا لأن هنا عاد تفكرت راه خاصهم يهبطوا. المهم أنا راه غادة مع الفيديو، غير ما نضغطوش عليها بزاف باش ما تهرسش، هذا ما كان. كيما قلت لكم كنحاولوا ملي غادي يوصلها السخونية كتنفخ شوية، لأن ديك الطريقة ديال الخميرة هي اللي غتخليها شوية كيما تنقولوا غترخي عظامها شوية في الزيت. صافي تنكملوا الكمية اللي عندنا بطبيعة الحال، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو أولا جيم كيما كنقولوا الفيديو، وتكتبوا يعني تعليق زوين فحالكم ولا انتقاد اللي كان مرحبا على راسي وعينيا. نتمنى يعجبكم الفيديو ومرحبا بكم، يعني يعجبكم المحتوى ديالي كما تنقول لكم دائما، نتمنى المحتوى ديالي يعجبكم. وهذا ما كان، يعني تنشكركم بطبيعة الحال الناس اللي كيدعموني. هذه هي النتيجة بطبيعة الحال اللي وريتكم في اول ديال الفيديو، ما محمراش بزاف، يعني هنا راه غير اللون كيبان على حسب التصوير بطبيعة الحال راكم عارفين. راها ما حمراش بزاف، هنا كتزين تيبقى اختياري كل واحد كيفاش تيزينها. انا زينتها هكا بشويه ديال اللوز افيلي محمر طبيعة الحال في الفران. احسن طريقه انه يتحمر في الفران باش ما الا حمرتيه في المقله بطبيعه الحال تيتشوط بلا ما نضيعوه. راكم عارفين كلشي غلا، نحمروه شويه في الفران ونردوا ليه البال. صافي كنزينو وبصحه والراحه، وشكرا لكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وشكرا. هنا كما كتشوفوا هنا غنهرسها غادي غير باش يبان لكم التعسيله والتحمار ديال الداخل. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، بان خاصها تكون محمره كامله، ما تكونش يعني شي بيض كما كنقولوا شي حمر، على خاطرها. صافي هنا كنزيد نحاول انني نتهلا فيهم باش يعني تتكون شويه المنظر يعني عاطي شويه زوين. وهذا مكان، نتمنى ما تنسوش اللايك يعني تجامل الفيديو وبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. والوصفه سهله، نتمنى تجربوها علاش لا، وتحطوا تعليق ديالكم الا جربتوها ان شاء الله. وشكرا للجميع. آه، نتمنى سيدنا رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والصحه.